المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، أحييكم مجددا في قناة القرن الأفريقي. موضوعنا اليوم سيكون مختصر جدا كما أسلفنا في كثير من برامجنا، ونشرنا أيضا بأننا ننوي الآن للإعلان عن المدير التنفيذي الجديد لوكالة أنباء القرن الأفريقي. واليوم طبعا أستضيف الإعلامي الإريتري المعروف أستاذ كرار هيابو. مرحبا بك أستاذ كرار. أهلا وسهلا الدبلوماسي والإعلامي الأستاذ عبد القادر حمدان. أستاذ كرار، طبعا نحن عملنا لفترة أكثر من 3 أشهر بالتنسيق مع قناة قلد وأيضا قناة إرسات. استضفتنا عدة مرات وكنا طبعا نحاول أن نجد قاعدة للعمل المشترك، ولكن وجدنا طبعا في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة وكالة أنباء القرن الأفريقي ال17، يعني نحن كل سنتين نجتمع، بحيث أنه إدارة الوكالة أو رئاسة الوكالة المدير التنفيذي تحال إلى دولة من دول القرن الأفريقي. طبعا كانوا يعني من السودان ومن الصومال أيضا ومن جيبوتي ومن إثيوبيا. يعني الدورة الآن طبعا دورة 2025 في الاجتماع الأخير طبعا هي تحال إلى إريتريا. الدول كلها أخذت حصتها، وبالتناوب وبالتشاور كنا نعمل مع بعض ولا زلنا نعمل أيضا مع بعض. فلذلك طبعا عندما أجى القرار، طبعا بما أنني أنا يعني من المؤسسين لهذه الوكالة، فمعظم الذين كانوا يشاركوا معنا يعني كانوا حيملؤ هذا الفراغ، لكن لأسباب فنية يعني تركوا العمل في قناة القرن الأفريقي. فكان أنا تقدمت باقتراح بحكم معرفتي الطويلة جدا لعملك ولنشاطك ولانفتاحك على كافة التيارات السياسية الإريترية والسودانية والإثيوبية أيضا. فبهذه المواصفات طبعا يعني لما شرحت وأعطيت نبذة عن عملك، فالأخوة وليرحبوا بك. وأنت الآن يعني من الناحية حسب دستور وكالة أنباء القرن الأفريقي تعتبر المدير التنفيذي ال17 بالنسبة لتاريخ الوكالة. وأرحب بك. وأنا طبعا بهذا يعني لأسباب صحية وفنية أيضا كثير أنا طلبت على أساس إعفائي، ولكن سأكون معك دائما داعما ومناصرا، لأن هذه الوكالة هي الإنسان لما يلد أطفال مهما يعني تركوا البيت هو دائما يكون مرتبط بأطفاله وأسرته. هذا أعتبره جزء من أسرتي وكالة أنباء القرن الأفريقي. طبعا أولا يعني وجرت العادة يعني ليرى المشاهد أيضا هذا التعيين لم يكن شخصي، إنما طبعا إدارة يعني تعمل منذ 35 عاما في مجال الإعلامي وشخصيات يعني معروفة وبارزة. سنستعرض بعض الصور في المستقبل ليروا جزء من هؤلاء الناس. طبعا أنا آمل على أساس يعني أنه أنت تتسلم هذه المسؤولية أمام الجمهور الآن، وتدلي برأيك وقبولك لهذه التكريم الذي يعني من زملائك، ويأمل كبير جدا في سبيل أن هذا الوكالة سوف لن تتوقف، إنما ستعبر المسافة بالجيل الجديد. هذا طبعا أولا المقدمة، وأعطيك الفرصة للرد على هذا الكلام. شاكر لك دبلوماسي والإعلامي الأستاذ عبد القادر حمدان، وأنت رجل معروف في هذه الساحة الإعلامية في القرن الأفريقي على المستوى الإقليمي وحتى المستوى الدولي، ونشاطك الدبلوماسي الأخير في أوروبا مشهود له. سعيد جدا أن أكون جزء من وكالة القرن الأفريقي ذات النضال الطويل والعمر الطويل أيضا في خدمة المجتمع وتقديم العمل الإعلامي بشكل دؤوب. 35 عام، 3 عقود ونيف ليس بالسهل. هو يعني فترة طويلة جدا من العمل في منطقة تواجه دائما التناقضات سياسية واجتماعية أيضا واقتصادية، وكل ما يتعلق بمعايش الناس. هذه منطقة دائما فيها حراك، ومنطقة
فيها تناقض أيضا يعني، والعمل فيها ليس بالأمر السهل. ومن المفيد أن نعلم ويعلم المشاهد الكريم أن وكالة القرن الأفريقي، وهي تمثل مجموعة من الدول التي تقع في القرن الأفريقي، ويكفي طبعا الإشارة إلى القرن الأفريقي لمعرفة من هي تلك الدول، وظاهرة من خلال أعلامها في شعار وكالة القرن الأفريقي. أنا يعني أجدد يعني سعيد جدا أن أكون جزء من فريق وكالة القرن الأفريقي، وأكون جزء من إدارته أيضا. يشرفني طبعا أن أتسلم هذا المهام، وأكون إن شاء الله يعني في حسن ظن مجلس الإدارة ووكالة القرن الأفريقي، وأن نقدم كل ما هو جديد. وطبعا الجديد هو ما يتعلق بمتابعة وملاحقة الأحداث الجارية من حولنا، والتي تتعلق بالقرن الأفريقي وتؤثر فيه وتتأثر به. ويعني نحتاج لكثير من الجهود والعمل الدؤوب لمواكبة التطورات التي بالفعل يصعب يعني ملاحقتها نتيجة لتعقيدات التي تشهدها المنطقة، وكل ما يتعلق بها حتى على مستوى الدول الكبرى التي تؤثر في هذه المنطقة. ليس من الأمر الهين الوصول إلى دوائر القرار، خاصة مجموعة القرن الأفريقي التي دائما هي يعني متعبة، بالفعل متعبة، ودائما تحتاج إلى مزيد من الجهد. شكرا مجددا نعم. أستاذ حمدان لهذه الثقة. لقاءنا اليوم أستاذ كرار سيكون طبعا مختصر جدا. النواحي الفنية طبعا تحدثنا فيها، وهناك مجموعة كبيرة جدا عاملين متطوعين طبعا في وكالة الأنباء. طبعا نقلنا لهم الخبر، ومن الآن وساعدا طبعا سيكون تحت إدارتك. ولدينا أيضا يعني شخص واحد اللي هو يعني ألماني، يعني هو متعاون خبير فني طبعا، يعني متعاون في الفنيات، وتم توجيهه أيضا من مجلس الإدارة لتحويل كل الوثائق المتوفرة أو يعني الملف لشخصك الكريم. وكما علمت أنك استلمت الآن الرابط وتتمكن وتدخل الآن بملفات الوكالة، يعني باعتبارك تحملت هذه المسؤولية. هذا من ناحية. الناحية الثانية طبعا عندنا سياسة متبعة، يعني سبقوك أيضا في السنوات 30 أو 35 الأخيرة تعيينات باستمرار. كنا يعني نعين مدير تنفيذي هو اللي يرسم سياسة التحرير للوكالة، وهذا طبعا سيكون دورك أنت. فأنا طبعا الناس تتساءل، وكثير من الأسئلة طبعا يقولوا يعني أنه نحن شخصيات طاغية جدا، يعني حمدان هذا لا يمكن كلام، يعني هذا لا أريد أن أردده. إنما طبعا يعني ليكون على علمك يعني كل المدراء الذين يعني تم يعني تعيينهم أو لإدارة هذه الوكالة هم الذين يقررون سياسة البرامج والناس اللي يقدموا مثلا لهذه القناة. طبعا هنالك في دستور يلزم الجميع طبعا. فأنا أؤكد للمشاهد طبعا أنا الآن بعد اليوم أقدم هذا آخر برنامج، وإذا لا سمح الله سآتي في القرن الأفريقي كضيف هو الذي. وإذا قدمت برامج أيضا يعني ما يخص وكالة أنباء القرن الأفريقي لا أقدم إلا باستئذان من المدير التنفيذي. هذا طبعا يعني القاعدة المتبعة في برنامج. لكن اليوم طبعا سنتحدث أنت الآن كمدير، ونحن طبعا قبلك كانوا مدراء كثيرين ورؤساء فخريين طبعا. نسألهم عن اقتراحاتهم، بما أنه هذا البرنامج يقدم اليوم عنوانه هو كرار هيابو المدير التنفيذي لوكالة أنباء القرن الأفريقي الجديد، يشرح رؤية الوكالة لحرية الصحافة في القرن الأفريقي. كيف تنظر أستاذ كرار أنت الآن، بما أننا طبعا كل أنا وأنت ننتمي إلى بلد واحد إريتريا، هناك طبعا يعني حرية الصحافة أو حقوق حرية الرأي مصادر في بلد كإريتريا، فأيضا في دول أخرى أيضا يعني هناك في ضغط على الصحفيين. فأنت الآن كمدير جديد ما هي رؤيتك بالنسبة لتجاوز هذه المحنة التي يعيشها الصحفيين في منطقة القرن الأفريقي؟
نعم، في الحقيقة طبعا أولى الأولويات هي الاهتمام بمنطقة القرن الأفريقي بصفة عامة، باعتبار هذه الوكالة تنتمي لمنطقة القرن الأفريقي. الاهتمام بمجموع دول منطقة القرن الأفريقي، تناول الأوضاع، تسليط الأضواء على ما يجري في كل دولة، ويبقى طبعا بشكل بناء وليس بشكل هدام. نحن سنعمل على مساعدة المجتمعات التي توجد في هذه المنطقة للوصول إلى ما يعني يستحقون من المعلومات المتعلقة بهذه المنطقة وهذه الدول وهذه حتى هذه الأنظمة. بالإضافة للاهتمام، وهذا يتطلب طبعا جهد من كل مجموعة تنتمي لأي دولة من هذه الدول على المستوى الخاص. مثلا بالنسبة لإريتريا سنهتم اهتمام يعني كثير بالنسبة للأصوات المغيبة، يعني الإعلاميين والسياسيين والعسكريين وحتى المدنيين المعلمين الذين اختفوا بصور متشابهة منذ فجر الاستقلال في إريتريا، ولا يوجد أي خبر وأي صوت بالنسبة لهم، وحتى عوائلهم لا تدري عنهم، يعني لا يستطيعون زيارتهم ولا يعرفون أين أماكن تواجدهم، وحتى السجون في إريتريا لا حد يعرفها. هذا ليس تحامل على الحكومة الإريترية، ولكن هذا هو الواقع، وسجلات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في هذا المجال تشهد طبعا. حتى المبعوث الخاص لحقوق الإنسان إلى إريتريا المعين والممثل مجلس حقوق الإنسان، والآن هو في دورته الثانية، لم يستطع زيارة إريتريا للوقوف على الأحوال داخل البلد. وهذا هو من المفترض أي ممثل يستطيع زيارة البلد التي يمثلها ومن ثم يقدم تقارير، لكن هذا لا يمكن أن يحصل في إريتريا طبعا، نتيجة لانقطاع النظام الحاكم في إريتريا عن كل الدوائر الدولية، وبالتالي العمل ليس سهل. ولكن نحن حنقف على مسافة واحدة من كل ما يتعلق بالذات الجانب السياسي. نحن لا نتقيد بمواقف سياسية، نحاول نسمع صوت الضعفاء والمستضعفين أيضا، وهذا قد يحملنا أن نكون إلى جانب معين، لن نكون صوت للأنظمة القمعية أو الأنظمة التي تحارب شعبها، بالعكس حنكون صوت لهذا الشعب. أيضا منفتحون على كل القوى السياسية الساعية إلى التغيير وإلى إحداث البدائل الأفضل لدولها في هذه المنطقة، وعلى مسافة واحدة طبعا من القوى السياسية التي تنافس الأنظمة الحاكمة. سنكون أيضا صوت لها، وسنكون منبر منفتح على الجميع. إريتريا أيضا بالنسبة للمعارضة الإريترية سنكون منفتحون على الجميع، وسنرحب بكل الأصوات التي تسعى إلى التغيير، حتى الذين يأتون من ينفصلون من الحكومة ومن النظام، أو على الأقل يعني يحتفظون بمسافة قريبة من النظام، لكن لا يعملون في النظام ويسعون إلى التغيير، ولهم آراء مختلفة عن آراء النظام. نحن سنرحب بهذه الأصوات لتدلي برأيها وتطرح الحلول التي يعتقدون أنها أمثل. بالتأكيد لن نكون صوت بالذات على المستوى الإريتري، لن نكون صوت للحكومة الإريترية ما في شك، لكن سنكون منبر لكل من يطرح رؤية مغايرة لما تطرحه الحكومة الإريترية ولما تفعله الحكومة الإريترية. طيب أستاذ كرار، طبعا في الفترة الأخيرة يعني أنا يعني عملنا يعني مع بعض بالتنسيق مع قناة جلد التي أنت مؤسسها ورئيسها طبعا، والفترة هذه طبعا وصلتنا عديد من التساؤلات: ما الذي يجمع قناة القرن الأفريقي مع قناة جلد؟ وبعدين طبعا يشخصن القضية حمدان وأستاذ كرار، ما هو القاسم المشترك؟ وأنا طبعا في هذه المناسبة أود أن أؤكد يعني لم يحالفنا الحظ لحد اليوم، أنا وأنت ما التقينا، إنما طبعا أنا تابعت نشاطك سواء كان في مرحلة النضال أو بعد الاستقلال أيضا،
وحسب ما فهمت وقرأت عن كتاباتك يعني أنت صحفي مستقل، بدليل أنك يعني تظهر في كل يعني في الرسالة في كل المواقع اللي تعمل فيها، ليس ما عندك ارتباط عضوي، إنما أنت تعمل، وهذا شيء يعني مشجع جدا لأنك منفتح على الجميع. الآن طبعا يعني الناس حت دائما تهول القضايا، يقول لا يعني أنا أقول هذا الكلام عشان يفهم، أنا ما التقيت معك ككرار ولا اجتمعنا في مكان معين، إنما طبعا متابعاتنا أنت تتابع ما أقدمه أنا من برامج وأنا أيضا أتابع، فلذلك هذه الاستقلالية يعني كرار. أنا طبعا الآن أنت مدير تنفيذي وللوكالة، يعني أنبه أن لا تنسى التوأم اللي هي طبعا قناة قلم. فلذلك أنا يعني حريص أيضا، لأن هذه الحساسية دائما الإنسان لما يكون يعني عندما تعمل في قناة أو تقدم برنامج في قناة الرسالة، الناس يفتكروا هذا انضم إليهم. تقدم في قناة قلد يقولوا كلام آخر، الآن لما تظهر في الجبل يقولوا هذا يعني زي ما يقولوا يعني ما عنده موقف. بالعكس، ما هي نظرتك في سبيل التغريب؟ طبعا احنا قلنا التنظيمات السياسية، أنا الآن أسألك السؤال: ما هي الفرص المتاحة أو يعني الجهود اللي ممكن تبذل عن طريق المدير التنفيذي الجديد لوكالة القرن الأفريقي للتغريب بين الكتاب والصحفيين الإريتريين؟ يعني كغيري من كثير من النشطاء، طبعا مريت بتنظيمات عدة، يعني اكتسبت عضوية في تنظيمات عدة وفي تجمعات وتحالفات وغيره. وكما أنت أسلفت يعني انتهى بي المطاف طبعا في العمل الإعلامي، وهذا ليس بجديد. أنا ربما بدأت العمل الإعلامي في شكله الإذاعي منذ 1993، ويعني ما اشتغلت في إريتريا ولم أنضم لهذه الحكومة، ولم أتوظف في إريتريا، ولم أعيش في إريتريا. يعني كل الفترات التي عشتها هي بالخارج، وكل ما قمنا به هو خارج إريتريا. حتى البرامج التي يعني قدمتها منذ 93 دائما كانت بالعربي والتجرينيا، وهذه طبعا لغات معروفة عند الشعب الإريتري. والمجلس الفيدرالي الإريتري في الكم وخمسين لما أقر اللغتين الثنائية في إريتريا، ثنائية اللغة العربية والتجرينية، ونحن متمسكين بهذا الفهم. طبعا يعني يجب أن يكون الحديث والمواد وكل شيء في إريتريا بالعربي والتجرينية حتى يتاح للجميع للمتابعة. العربي هي تجمع كافة الناس التي لهم لغات ولهجات مختلفة، ولكن يجمعون على اللغة العربية. في المقابل التجرينية شريحة واحدة هي في إريتريا تتحدث التجرينية. طبعا الآن التجرينية يمكن انتشارها يرجع لوجود الحكومة والجيش وكل شيء هو بالتجرينية، وبالتالي ربما في إريتريا وغير إريتريا الانتشار الحاصل، وهذا لا بأس به. ولكن على الآخرين الذين يحتاجون إلى اللغة العربية العمل من أجل تطويرها وانتشارها طبعا على المستوى الإريتري، ولكن على المستوى العالمي لا تحتاج إلى جهد إريتريا حقيقة. يعني ما يقال أستاذ حمدان، يعني في أريتريا طبعا الإشارة دائما إلى هذا، يعني الناس يفتوا يقدموا كلام يقال، يعني ربما أن فلان وفلان هم أقرباء، أو هم من منطقة واحدة، أو هم كذا وكذا وكذا. ولكن هذا لا نستطيع أن نسكت الناس طبعا، ولا نحتاج أن نبرر أو نوضح. كل ما في الأمر أنه أن ترى شخصية معروفة في النضال وفي الثورة من الستينيات، وسبقت الرئيس الإريتري نفسه في الالتحاق بالثورة الإريترية، هذا لا ينكره إلا مكابر. وبالتالي كل من يعمل معك ليس بالضرورة أن يكون قريب منك، سواء كان مناطقيا وإقليميا أو غيره. طبعا أنت مواطن معروف ولك تجربة طويلة في النضال ومن الرعيل الأول. نحن سعداء أنه استطعنا العمل معك، وهذه طبعا يتمناها كل شخص. أعرف كثيرين عملوا معك من قبل وتجارب فشلت، يتحملها طبعا كل طرف سواء كان من جانبك أو من جانبهم، ولكن تجارب هي تحفظ للتاريخ طبعا، والناس لا تنكرها حقيقة، لأن هي محاولات. الآن نحن نعمل محاولة أخرى ونتمنى أن ننجح بغض النظر عما يقوله الناس. الانتقال من مكان إلى آخر ومن موقع إلى آخر، حتى أنت في القتال
تنتقل تتموضع في الدفاعات، تخلي دفاعك وتنتقل إلى دفاع آخر، ربما تغير تنظيم، وهذا أيضا من تجربة ثورية وأنت تعرفها، الناس انتقلت بين التنظيم الفلاني وذاك وكذا. نحن نتنقل فعلا بين من تنظيم إلى آخر، ومن تحالف إلى آخر، ومن مؤسسة إعلامية إلى أخرى، ومن دائرة إلى أخرى. وصلنا إلى الرسات، بدأنا عمل إذاعي في السودان في إذاعة كسلة، ووصلنا إلى مراحل مختلفة. الآن يعني عملنا في كان لدي موقع اسمه عنسبة، وتغير في فترة لاحقة إلى ربع عنسبة، وقيل الكثير طبعا يعني، وربطه بجهات غير التي حقيقة ينتمي إليها. وموقع ويب سايت هو لا يحتاج إلى دعم، اتهم يتلقى دعم مش عارف وكذا، وكثير من الناس يتلقون الدعم، هذه معروفة طبعا. الناس وصلت إلى فضائيات بتلقي دعم، نحن لم نطمح، لم نسعى إلى تلقي دعم، ولم نفكر إلى الوصول إلى فضائيات. حتى يعني عملنا في إيرسات، عملت متطوع ولا زلت أعمل متطوعا في الرسات، يعني متى ما وجدت نفسي لا أستطيع طبعا أتوقف. لكن قناة قلد هي امتداد لموقع عنسبة القديم، فقط الذي حصل هو تغيير الاسم. والآن وصلنا إلى مرحلة أخرى من العمل، الشراكة بين قلد ووكالة القرن الأفريقي. وأنا الآن سعيد طبعا يعني أنت تعلن أنني المدير التنفيذي لوكالة القرن الأفريقي. فالانتقال والتموضع هذا لا شبهة فيه، الناس تتموضع وتنتقل، ولا نعيب على الناس. وأنا شخصيا ما أتضايق أن أنتقل بكرة. إذا القرن الأفريقي هذه الوكالة توقفت لن أتوقف، يعني سأشوف إذا شيء أفضل من وكالة القرن الأفريقي ويحقق الأغراض أيضا سننتقل طبعا، حتى أنت لن تتوقف. فنحن ساعين دائما في إحداث التغيير الأفضل، ما في شك. بالنسبة للقوى السياسية، سؤالك الأخير، نحن نعلن أننا منفتحون على الجميع. هذا منبر إعلامي، هو ما يستطيع أن يقوم به كمنبر إعلامي سيقوم به لا شك. ويعني إذا كان أي خدمة تقدم للمعارضة الأريترية، وخاصة طبعا مستفيدين من الخلفيات التي تتمتع بها وكالة القرن الأفريقي وعملها الطويل وعلاقاتها الدبلوماسية والإعلامية والسياسية مع كثير من الدوائر الإقليمية والدولية، سنوظف هذا أيضا لخدمة الجهات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي في مناطقها طبعا. وأيضا يسعدنا أن نعلن للقوى الإريترية خاصة التي قد تحتاج إلى أي نوع من الخدمة، نحن مستعدون نتفاكر ونتواصل ونحاول أن نسعى نقدم ما تحتاجه هذه القوى. وأمامنا أيضا الآن الحكومة الانتقالية الإريترية التي تم الإعلان عنها في الخارج، ويعني لا زالت الحركة موجودة يعني، وأعتقد إريتريا لا زالت الدنيا بخير. نعم أستاذ كرار، أنا أشكرك أولا على الإشارة بأن الوكالة طبعا كثيرين من الناس تعاملوا مع هذه الوكالة، وأن ألفت النظر طبعا هناك الناس يختلع عليهم وكالة أنباء القرن الأفريقي. عندما أقول تم تأسيسها في عام 1989، يخلط بين قناة القرن الأفريقي. قناة القرن الأفريقي هي تابعة للوكالة أساسا، الرئاسة يعني هي تفرعت من وكالة أنباء القرن الأفريقي في جائحة الكورونا. يعني كان يعني في عام كما أذكر في شهر 1 2020، عندما يعني كل الناس توقفت عن العمل، وصار يعني العمل يمارس من البيت، هوم أوفيس يعني كما يسمونه. فتشاورنا قلنا طبعا لابد أن نقوم بمبادرة، وأسسنا يعني وكالة يعني اللي هو قناة القرن الأفريقي، وهي طبعا الآن عمرها 5 سنوات. وكما شاهدت أيضا معك الآن ملفات القرن الأفريقي حوالي 780 برنامج قدم في هذه الفترة. وفي فترة 6 أشهر أيضا تمكنا من بث برامج القناة عبر نايل سات في الأقمار الصناعية، وهذا طبعا يعني هو اللي قسم زهر البعير كما تقول، يعني هو الذي أثار ثورة ضد قناة القرن الأفريقي، واستدعوا كل العمال لأنه صارت تشاهد في أسمرة. لذلك النظام طبعا أصبح قلق جدا، فلذلك قال طالما يعني هؤلاء الناس يتحدون، ونحن ما تحدينا النظام، يعني استعرضنا عملية
اللي هو طبعا غياب الدستور، عدم وجود يعني حكومة دستورية ومؤسسات دستورية، عدم وجود القضاء والاعتقالات التعسفية. هذا طبعا لما نسمع في أسمرة بطبيعة الحال استدعوا كل الذين يعملون معنا وهم كانوا قريبين يعني فكريا أو تربوا في تنظيمات حتى لو كانوا في الخارج أعضاء في تنظيم الجبهة الشعبي، فتم استدعائهم وتهديدهم. وأنا لم يعني نحن ليس من عاداتنا وتقاليدنا على أساس نوقف الناس طالما الشخص متطوع يريد أن يخدم، رغم أن كل الأفكار التي كانوا يقدموها يعني طبعا كانت تميل إلى برامج الجبهة الشعبية. مع ذلك يعني نحن لم نمنع أحد عشان يتكلم بحرية، إنما طبعا عندما يأتي وهذه طبعا أنا شاكر لك أنه قدمت هذا السؤال. أحد الذين كانوا يعملون معنا طبعا هو مدير فخري، لا أريد أن يعني أتسبب الآن في إحراجه، كان في زيارة في أسمرة وعاد حاملا رسالة يقول يعني هذه الرسالة موجهة لطاقم القرن الأفريقي، ونوقشت أيضا في مجلس الإدارة. فقالوا الآن يعني بعد الخلافات اللي حصلت بين النظام الإثيوبي في أديس والنظام الإريتري، طبعا انفض التحالف أو اتفاقية السلام اللي وقعت يعني شبه انتهت. نعم 2018، نعم التي وقعت في 2018. أجت الرسالة على أساس نحن يعني على أساس يعني التوجيه للكادر اللي يعمل معي. طبعا أنا أجتني عن طريق شخص هذه الرسالة يقول أن هناك يعني يناشد قناة القرن الأفريقي أن تغير برامجها. يعني الآن أبي أحمد سوف لن يستمر في السلطة ونحن يجب علينا أن نغير برامجنا. فأنا طبعا يعني صمت وشفت هذه لها يعني بعدها بأسبوع قدمت استقالتي عن العمل. كثيرين لا يعرفون طبعا، أنا قلت لا يمكن الآن. أنا عقدنا وأنت تشوف الوثائق الآن في الصور، عقدنا مؤتمر بيس اند ديفلوبمنت في الأمم المتحدة عشان نحن نناشد عملية السلام بين إثيوبيا وإريتريا. فأنا الآن بعد أسبوعين لو أقوم أهاجم أبي أحمد معناه قاعد أنقذ نفسي. وهذا يعني أن الوكالة يعني عملت جهد كبير جدا لتؤازر عملية السلام والهدوء وإيقاف الحرب بين الدولتين الجارتين. هذا ما استدعى أولا استفزازنا، وطبعا يعني بعدها مباشرة عندما رفضت وقلت كلامي وفعلا أنا يعني بعدها مباشرة يعني ما أسميها إغالة إنما اعتذار. قلت للشخص الذي كان يرأس مجلس الإدارة، قلت له يا أخي أنت بهذه المواصفات لا تستطيع أن تعمل معنا، ومدتك القانونية سنتين انتهت. وانتخبنا طبعا البروفيسور أبو القاسم الحسن من السودان مجلس إدارة جديد جدا. هذه المعوقات اللي واجهتنا المشاهد الإريتري ما يعرف، عشان أنت ما تأخذها يعني ترس هذه المشاكل كلها. أنا قاعد أشرح لك يعني نحن أساسا يعني الجماعة اللي كانوا اشتغلوا معانا بالتطوع وأدوا واجباتهم، إنما طبعا كانوا يميلوا إلى اتجاه واحد اللي هو اتجاه الجبهة الشعبية. فأنا رفضت هذا الاتجاه. وأنت الآن أنا سعيد جدا أن أسمع منك كمدير جديد لهذه الوكالة أن يكون خطنا الرأي والرأي الآخر. وهذا طبعا أثبت أيضا من يوم الأول، يعني هذا قريبا سينشر. طبعا أنت شاركت الآن في لقاء مع المسؤول عن الدبلوماسية في حكومة المنفى، وهذا يعني تحت إدارتك الآن يعني. ففي نفس الوقت أنا طبعا يعني تحدثت بكل يعني صراحة مع المسؤول الدبلوماسي، وأنت أشرت عليها أيضا. قلت له أنا وجدت يعني في أدبيات هذه الحكومة الوليدة، طبعا أنا ما بعرف متى تأسست، لكن دخلت في موقع حكومة المنفى وجدت على أساس يخاطبون الجمهور بثلاث لغات. أنت ذكرت يا تقرير المسيرة والبرلمان الإريتري القديم اللغة العربية واللغة التجرينية واللغة الإنجليزية. أنا طبعا أتعاطى مع اللغة العربية، ولذلك ما وجدته يعني هذا كلها يعني هم برامج حكومة المنفى. لما قرأتها قلت هذا شيء يطمن. فمن هذا المنطلق نحن دعينا هذا الشخص أو وعدنا للمشاهد يعني عندما كثرت الأحاديث والشكوك قالوا هذه حكومات أتت وراحت، يعني يذكروا 3 حكومات في المنفى تأسست وانتهت وهذا حينتهي. إنما أنا عندما قرأت هذا البرنامج بتاع الحكومة بادرنا أيضا بدعوته، والآن أنت البرنامج في يدك وأنت الذي تقرر متى ينشر. طبعا وجهنا دعوة للمسؤول الدبلوماسي
عن هذه الوكالة. الآن طبعا السؤال الأخير أستاذ حتى لا أطيل عليك، احنا طبعا يعني مشكلتنا يعني يقولوا كل شيء يبدأ وبعد كده ينتهي، وبعد ما ينتهي ما تسمع الأسباب اللي أدت إلى انتهاء هذا العمل. فأنت الآن يا أستاذ كرار تتحمل مسؤولية، يعني هذا التاريخ 35 سنة هو عمر معاناة. وحتشوف في الصور الموجودة الشيف معاك الآن بتاع القرن الأفريقي مؤتمرات، يعني الأماكن اللي دخلتها القرن الأفريقي الحكومة الإريترية لا تستطيع. شاركنا، قابلنا رؤساء دول، أنا يعني كل الرؤساء كانسلرز اللي من ويلي براند إلى هيلموت كول إلى شرودر كلهم قابلناهم كصحفيين، يعني مش هذا يعني تفاخر. دخلنا أيضا الاتحاد الأوروبي، دخلنا في جنيفا أيضا مؤتمرات بتاع حقوق الإنسان وما إلى ذلك بهذا الصفة بتاعه. فلذلك هذا إرث يعني كبير جدا، وأنا أفتكر الاحتفاز به هو احتفاز بالثوابت الوطنية الإريترية. ما أنقله لك الآن وهذا باسم الزملاء في مجلس الإدارة لوكالة القرن الأفريقي، الحفاظ على الوحدة الوطنية، سواء كان في إريتريا، سواء كان في السودان، سواء كان في إثيوبيا. نحن الآن ما قاعدين نتحدث عن إريتريا فقط، إنما الآن مسؤوليتنا كلها في إثيوبيا. الآن طبعا أنا أرسلت برضو بعد الصور عشان أكون واضح جدا. آه بعد توقيع اتفاقية السلام ما وجدناه من تعاطف واستقبال، ويعني كانوا يعني استعداد ليمضوا معنا إلى مدى بعيد، حتى مثلا نصل إلى اتفاقيات يعني إعلامية موحدة في القرن الأفريقي. محمد العروسي أخونا بشير أحد موجود في الولايات المتحدة، دولة طبعا إعلاميين قامات، وجبنا أيضا كثيرين من داخل إثيوبيا. الآن يعني عشان أنا بعد كده طبعا حتكون المسؤولية عندك، الخلاف هذا اللي تتسبب فيه نظام أسمر يؤثر أيضا على عمل الإعلاميين. اتصلنا في الفترة الماضية يعني بالزملاء، اعتذروا قالوا الأجواء متوترة، وأنا وأنت ما نستطيع أن ننكر أن نحن إريتريين. لو ظهرت في قناتك معناه حيتهمون أن نحن عندنا علاقة مع إريتريا، زي ما يقولوا مثلا أنت الآن تابع للشعبية وحمدان مش عارف لا يسق عليه كده. لكن أنا ما قاعد أتكلم عن الإريتريين، حتى الآخرين برضو السودانيين تربطنا بهم علاقات. إذا أنت الآن اختلفت مع النظام وهم عندهم مصلحة مع النظام يعني يختلفوا معك. فأنا قاعد استعرض هذه القضايا، أنت طبعا بحكمتك وبتجاربك الطويلة كيف ستتعامل مع هذا التشكيل، لأنه الإثيوبيين الآن كلهم يتحفزوا لأنه يقول حمدان وكرار إريتريين، وإذا ظهرنا معهم ربما النظام سيتهمنا بشيء آخر. أنت الآن بخبرتك وتجاربك طبعا، وعندك برضو علاقات مع في العمل الإنساني في إثيوبيا، وعندكم يعني تحركات، كيف تتعامل مع هذا العقلية الآن اللي هي متخوفة بسبب ما تسبب فيه النظام في أسمر؟ هذا هو سؤال. نعم أستاذ، يعني المسافة مفترض تكون واحدة طبعا. نحن كما أشرت أنت أيضا التقينا بالمسؤول الدبلوماسي للحكومة الانتقالية الإريترية في المنفى، ويرأسها الأستاذ جبري بهدوراي. هذه الحكومة طبعا كما علمنا هي على علاقة وثيقة بالدوائر الأمريكية. وأيضا وجهنا سؤال للأستاذ الدبلوماسي علي هندي، يعني كان في إشارة إلى التنظيمات الإريترية كانت تبدأ من المنطقة القريبة لإريتريا وتنتقل حتى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ثم تصل إلى الدوائر البعيدة. لكن أنتم بدأتم بالدوائر البعيدة أو الدوائر التي يسعى إليها الجميع طبعا للوصول إليها، وهي أمريكا. وكان هذا أيضا ملحوظ طبعا. نحن نتعامل بنفس المسافة. يعني الآن إذا كان الناس عاوزين يخطوا قالب أنه هؤلاء من أريتريا، وبالتالي العمل أو الظهور أو المجيء إلى الدائرة الإعلامية التي يقودونها هم تسبب مشكلة، لا، نحن لا نتحدث باسم منطقة أو دولة أو ما ننتمي إليه. نحن نتحدث باسم القرن الأفريقي. إذا كان ما يعني أثيوبيا وحدث معين، نحن يجب أن نتواصل
مع صناع القرار ومع من يتأثر بهذا القرار أو هذا الحدث، نتواصل بغرض نقل المعلومة. لا تستطيع فرض أوامر على المسؤول أو غيره للحديث، ولكنك تستطيع الوصول إلى المعلومة من خلال مصادر أخرى أيضا، هذا متاح. يعني الناس يجب أن يفهموا أنه إذا هم رفضوا، هذا لا يعني أنه نحن نتعرض إلى تعتيم أو إلى أزمة، لا. البدائل متاحة، الوسائل موجودة، المصادر متاحة، كل شيء موجود. ولكن طبعا الوصول إلى الجهة صناع القرار والمتأثرين بالأحداث هو مهم يعني، وهذه من أولويات الدوائر الإعلامية. لكن أي تعتيم بحجة أنه هذا يسبب مشكلة، تبقى طبعا البحث عن بدائل أخرى هو متاح. يعني أحيانا إذا لم تصل إلى المصادر الحكومية تستعين بمصادر معارضة. يعني أنت في النهاية تبحث عن الحقيقة، إذا يعني لا تستطيع، فبالتالي دوائر أخرى موجودة. وبالذات نحن نعيش في عصر التكنولوجيا بالنسبة للوسائل والمعلومة نفسها التي لا يعني يخفيها أحد. لا يوجد الآن تعتيم كما كان في السابق قبل 10 سنوات أو ما يزيد. يعني الآن كل شيء متاح يعني. وكما نشاهد الآن طبعا في كل الساحات في شكرا العالم. أستاذ كرار. أنا طبعا امبارح قبل يومين طبعا أجرينا مع الأستاذ علي هندي كما ذكرت، وما لفت انتباهي في أدبيات حكومة المنفى وردت جملة جدا، وأنا طبعا يعني بدون تحفز يعني أساند هذه الجملة، اللي هو ذكروا أن الحكومة النظام الحاكم في أسمرة هو نظام غير شرعي. المعارضة كلها مترددة تقول هذا الكلام، ونحن طبعا بكل الوسائل في قناة القرن الأفريقي أنا لا أبتكر شيء من عندي، إنما طبعا حكومة لا يعني لا تحكم الشعب بدون دستور وبدون مؤسسات حكومية وبدون برلمان. طبعا ماذا تسميها؟ هي حكومة الأمر الواقع وحكومة غير شرعية. طبعا هذه الناحية الثانية أريد أن أؤكد للمشاهد والزملاء أيضا الإعلاميين في إثيوبيا، أنا طبعا الآن يعني المسؤولية أحيلت للزميل كرار هيابو، لكن للمعلومية نحن طبعا مع قناة إثيوبيا الرسمية اللي هي فانا لنا اتفاقية طبعا، ويبعثوا بشكل يومي نشرتهم، ونحن نتبناها أيضا وننشرها، لأنه طبعا إثيوبيا هي عضو في وكالة أنباء القرن الأفريقي. فنؤكد أيضا تصرفات النظام. أنا كمواطن إريتري أو غيري من الإريتريين المتضررين أيضا من هذا النظام لا تعنيهم، وكل ما حصل من خلافات لا جمل لهم فيها ولا ناقة. نحن يعني إذا أخطأ يعني السياسة فورقي أو النظام الحاكم في أسمرة ضد أشقائنا في إثيوبيا، نحن يعني أرجو أن لا يعتبر هذا يعني الشعب الإريتري أخطأ. بنفس القدر أيضا نناشد إخواننا السودانيين، طبعا بما للأخ كرار درس في السودان وأيضا وله خبرة طويلة جدا بالتركيبة الاجتماعية في السودان أيضا، نحن لكن لا مانع أنه نحدد موقفنا. نحن ما ننحاز لجهة ضد، بل نطالب لإيقاف الحرب، لأن هذا يهمنا كلنا جميعا. فلذلك نحن طبعا أشقائنا في السودان إذا مثلا النظام تحالف مع الجيش مع برهان، ليس بالضرورة نحن نتحالف. ليس مثلا يعني ليس مثلا الأعلى النظام في لنا وجهة نظرنا كإعلاميين، بل نفتح المجال لكل السوداني. أنا أرجو زميل كرار سيضيف يعني هذا إضافة كبيرة جدا لقناة القرن الأفريقي لفهمه، وأيضا زملائنا في جيبوتي الآن تواصلنا معهم على أتم الاستعداد للتعاون مع قناة بعد أنا شرحت لهم الواضح. يعني إحنا كما تفضلت نحن قناة القرن الأفريقي وليس قناة إريتريا، وهذا طبعا يجب أن يكون مفهوم للجميع. فلذلك الانفتاح أستاذ كرار هذا ما أوصى به مجلس الإدارة، ويتمنوا لك التوفيق والنجاح. بهذا أكون أنا أنهيت أسئلتي، وإذا لك أي يعني مناشدة، أنت طبعا الآن معك 24,000 من السبسكرايبرز بيسموهم، وحيرتفع العدد لأسباب طبعا حروب نفسية، يعني بعدهم انسحبوا بعدهم متخوف، لكن بقوا 24,000. وحنعمل يعني معك أو نتعاون معك إن شاء الله بكل إمكانياتنا المتواضعة في سبيل الآن يعني فتح المجال لكل من يسعى من أجل التغيير في إريتريا. هذا كلمة أخيرة جدا. وإخواننا طبعا كان في بعض الحساسيات، يعني بعض السودانيين يقول إحنا لا ممكن أن نظهر الآن معك ونكون نحن ما نعادل الحكومة، إنما نطالب بحقوقنا مثل ما الشعب السوداني يطالب بحقوق. الإثيوبيين أيضا عندهم مشاكل،
لكن نحن لسنا جزء من هذه المشاكل، إنما نحاول إيصال الصوت المهمشين. في الختام يعني أنا من الذكريات اللي أحب أن أشكرها هنا، أنا ساهمت في عملية في مؤتمر فلوتو في ألمانيا سنة 2002 في تأسيس حركة العدل والمساواة السودانية. كانوا كل القادة يعني، وما يعني لفت انتباهي في ذلك التأسيس وهذا الروح الرياضية الموجودة في السودان، أرجو أن تكون يعني لدى الإريتريين. ممثل السفارة كان حاضر، الصادق المهدي الله يرحمه كان حاضر، كثير كل السياسة، علي الحاج كان حاضر، كلهم يعني، وباركوا لهذا التأسيس. هذا طبعا حركة لسه ما كانوا عارفين انه حيمشوا الميدان وما الى ذلك. ما لفت انتباه، لماذا اذكر هذا الحدث؟ الدكتور خليل رحمة الله عليه طبعا هو مؤسس الحركة، ومعه كوادر كثيرين موجودين معنا لا زال في ألمانيا. أهداني كتاب عنوانه كان الكتاب الأسود. فقرأت قائمة يعني يعني ما أطلقوا عليه المهمشين في السودان. هذا الكتاب يعني الآن لما يعني أتذكر نصوص هذا الكتاب، ما يحدث في إريتريا هو نفسه. التركيبة الاجتماعية والتعدد السكاني والأثنيات الموجودة هناك، أكثر من 70 توجه يعني قبيلة في السودان. السيطرة كانت في أقلية، هذا مذكور في الكتاب الأسود بالأسماء. فلذلك الآن نحن يعني أرجو أنه نحن نتناول هذه القضايا عشان نستفيد، أو هي تكون لنا دروس. في إريتريا الآن الواقع والمؤلم يعني كثيرين من الناس يعني انتقدوا برامجنا في قناة القرن الأفريقي. ذكرت حادثة واحدة والآن أعيدها أستاذ كرار. عندنا سفارات منتشرة في يعني حوالي 20 سفارة موجودة. أنا لكن ما يهمنا الآن، عشان كنت عامل في هذه السفارة الموجودة في ألمانيا البلد اللي أعيش فيه، عندنا حوالي 25 موظف بين القنصلية والسفارة. هل يعني هذه صدفة بين ال 25 شخص امرأة واحدة اسمها يعني لا أريد أن أذكر اسمها، هي مسلمة الوحيدة الموجودة. ذكرت حادثة ثانية أيضا أمس في لقائنا مع الهندي، يعني المهرجانات هذه اللي تشوفوها دائما وكل الناس تلبس، ما أي إنسان يلبس الزي الوطني ما في مشكلة، يقلدون طبعا لبس. لكن في الحقيقة أنه المشاركين من المسلمين في هذه المهرجانات مقابل 7000 7 أشخاص. إذا أنا يعني لما يعني القرن الأفريقي إذا ما أوضحنا وشرحنا بكل اللغات هذه الحقائق، لأن هؤلاء الذين يعيشون في الغرب لا يعرفون هذه الحقيقة. فنحن عايزين نعيد التوازن، لا نريد أن ننفي الآخرين أو نحرض الآخرين ليفعلوا كما فعلوا النظام، إنما نريد نعيد اللحمة. شعب الإريتري وتاريخه مشهود بأنه شعب يعني تربى على الوحدة الوطنية، تربى على احترام الآخر. كل هذا الآن يعني النظام تسبب في هدمه. فرجاء أنه هذا مهمة، يعني نحن ما ننظر للإعلام، لأنه أنا وأنت متطوعين كل السنوات هذه ما في حد دفع لنا مرتب ولا أي حاجة، إنما من جيوبنا ندفع التكاليف وبجانب عملنا. وأنت طبعا لك وظيفة أيضا تعمل كغيرك من الإريتريين وقاعد بشكل تطوعي. لكن أنا ما أوصي به أستاذ كرار وما أعجبت به من برامجك، أنت يعني تتعامل مع الجميع، لا تقصي الآخر. فهذا طبعا الميزة. أنا حاولت على مدار أيام أن أقنع مجلس الإدارة، قلت نحن بحاجة شخص يؤلف بين القلوب، وليس يعني يقصب الناس على أسس قبلي وعلى أسس يعني إقليمي وعلى أسس ديني. يعني هذا الخطأ اللي أنت تسير فيه، نحن ما عندنا بعد كده معك أي مراجعات، أنت الذي تقرر. لكن أوصيك بأنه طبعا أنه لا نقلد الجبهة الشعبية في إقصاء الآخر، نعم. سواء كان مسلم، سواء كان مسيحي، سواء كان أي اتجاه سياسي إسلامي، كلهم يعني مرحب بهم في قناة القرن الأفريقي كما حصل في السنوات الأخيرة. بهذا أنا أخطب، إذا عندك أي توجيه وأي نداء للمشاهدين للقرن الأفريقي وأنا لا أتمنى لك يعني التوفيق. نعم. هو كل شخص مرحب به في منابر وكالة القرن الأفريقي، وكل شخص يمثل نفسه ورأيه. طبعا نحن لا نتبنى ولن نتبنى آراء الناس وآراء الضيوف والآراء التي تطرح من جهات مختلفة. كل رأي يمثل صاحبه، هذه حقيقة هي، وهذا ما سيقوم عليه عملنا. طبعا نحن منبر نرحب بالجميع
وكل من يأتي يكون على قناعة أنه هو سيقول رأي يمثله، ولن يطالبنا بتبني موقفه ورأيه. ما يحدث في السودان، ما يحدث في إثيوبيا، في غيره، في إريتريا، كل شخص يعني إذا كان ضيف أو غيره ما يطرحه هو يمثل رأيه. هذه القاعدة الإعلامية يجب أن نؤكدها. ما دون ذلك طبعا نحن نمارس عمل إعلامي قد يكون فيه خطأ وصح وكل شيء، والمطلوب في النهاية هو المراجعة وتصحيح الأخطاء والعبور. يعني هذا أكثر ما يهمنا. وشاكر لك كثير جدا أستاذ حمدان، آمل أن نوفق في عملنا، والمسيرة طويلة لا شك. يعني شكرا لك أستاذ. الآن خلاص أنت يعني سلمت الدار زي ما قالوا، مبروك عليك. والآن تختم الحلقة هذه، وأنا طبعا بهذا مشاهدينا الكرام لم تنتهي مهمتي طبعا في العمل الإعلامي، إنما طبعا أكيد أكيد. الأمانة لأهلها. طبعا أنا عندما تحدثت عن الجيل الجديد عملنا بما فيه الكفاية، لكن هذا لا يبرر أننا عشان نمشي يعني بعيد جدا، إنما سنكون خلف الأستاذ كرار وندعمه بكل ما أوتينا من قوة، وإن كانت قوتنا متواضعة بسيطة جدا، لكن سندعمه كل مجلس الإدارة والأعضاء هذه الوكالة كلهم يعني استبشروا خيرا بتسلم أستاذ كرار هذه الوكالة. ولذلك طبعا هو أهل البيت اليوم يختم هذه الحلقة، وأنا أستودعكم الله والسلام عليكم. تفضل يا بارك الله فيك أستاذ. يعني أنا أتوجه طبعا بهذه الرسالة إلى مواطني القرن الأفريقي بدوله المتعددة وثقافاته ولغاته ودياناته وصحناته وكل شيء. وكالة القرن الأفريقي والدوائر المرتبطة بها، سواء كانت قناة القرن الأفريقي وغيرها، كلها تعمل لهذه المنطقة ولهذه الدول ولشعوب هذه المنطقة وشعوب هذه الدول. ودائما العمل ما تصاحبه هنات وأخطاء، ولكن المراجعة وتصحيح الأخطاء هو المهم. ما نقوم به سيتوقف على ما تنتجه الأحداث في منطقة القرن الأفريقي، وسنسلط الأضواء عليها. هذه مساحة للجميع، لكل أبناء القرن الأفريقي، بغض النظر عن الدول التي ينتمون إليها أو الأقاليم حتى في دولهم. نحن نعرف الصراع والنزاع وغيره، سواء كان على المستوى الإقليمي والطائفي والقبلي والقومي وغيره، وسنأخذ كل هذه في مركب واحد. نرحب بالجميع. بهذه المناسبة طبعا يعني أشكر مجلس إدارة وكالة القرن الأفريقي على هذه الثقة التي منحوني إياها، وأتمنى من الله أن أكون قدر المسؤولية. في ختام هذا اللقاء الذي قدمني من خلاله الدبلوماسي والإعلامي المعروف الأستاذ عبد القادر حمدان بصفته المدير التنفيذي الجديد لهذه الوكالة، أشكر للمشاهدين والمتابعين لهذه الحلقة، وأيضا لبرامجنا القادمة. أشكر لهم حسن الاستماع والمتابعة. وكالعادة طبعا إن كان هنالك من أسئلة واستفسارات وملاحظات أيضا، يستطيع الجميع تركها على رابط القناة باليوتيوب. وكذلك طبعا للوصول إلى الجميع نرجو من المشاهدين الكرام عمل المشاركة والمتابعة والتعليق أيضا يعني لهذا الموضوع ولغيره. وحقيقة هو عمل إعلامي دائما ما تتخلله نقاشات اختلافات في الرأي واتفاق طبعا. ختاما أشكر الأستاذ عبد القادر حمدان، وأشكر المشاهدين والمتابعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.